الذي يعجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا ولا تثريب عليه. وأما الفرض فإذا كان المرء قادرا على القيام فيه فجلس فإن صلاته لا تكون صحيحة. كثير من المسلمين يصلون جالسين، ينبغي أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، وينبغي أن يأتي بالفاتحة من قيام، فإذا لم يفعل مع القدرة هذا في الفرض فإن صلاته باطلة ولا تصح. وأما في النفل فله نصف الثواب، إذا كان قادرا على القيام فجلس في النفل صلاته صحيحة، ولكن لا يأخذ الثواب كاملا، له نصف الثواب. أما إذا كان عاجزا، لأن الذي يفعل ذلك وهو قادر على القيام هذا عاجز، لكن العجز هنا ليس هو العجز الذي جعله الله راجعا إلى القدرة الجسمانية، وإنما هو عجز في إيمانه، في يقينه، إلى غير ذلك. وهذا شائع وفاش في كثير من المسلمين، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. فكثير من الناس يستطيل مثلا قراءة الإمام أو صلاته، يستطيلها وربما صنع مشكلات عظيمة في المساجد، وصاروا إلى الهرج والاختلاف والتدابر والتناحر إلى غير ذلك. والواحد منهم يستطيل أن يقف دقائق في الصلاة ويضج ويزعق ويأتي بالتشويش في المسجد، فإذا خرج إلى خارج المسجد وقف ساعتين يتكلم مع هذا ومع هذا، فيستطيع الوقوف خارج الصلاة ولا يستطيع الوقوف دقائق في الصلاة. هذا من العجز، ولكنه ليس بعجز بدني فيسامح فيه. فالعجز هنا يشمل هذا وهذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الكيس وأن يعصمنا من العجز.